لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. هنتكلم في فيديو النهاردة عن فنانين وفنانات فقدوا أبنائهم. الفنانة جمانة مراد عاشت حالة من الحزن شديدة بعد وفاة ابنتها التي كانت تبلغ من العمر 5 أشهر فقط، وقد توفيت ابنتها في 29 مارس 2021. الفنان أيمن زيدان في عام 2011 توفي نوار ابن الفنان السوري أيمن زيدان عن عمر ناهز 19 عام. الفنانة داليا البحيري توفيت خديجة ابنة الفنانة داليا البحيري والتي كانت تعاني من المرض منذ ولادتها. الفنان طلال سلامة في عام 2018 توفي أحمد ابن الفنان طلال سلامة عن عمر ناهز 16 سنة. الفنانة مديحة يسري توفي عمرو ابن الفنانة مديحة يسري عن عمر ناهز 26 سنة إثر حادث سير. الفنان أنس الباز في يوم 29 ديسمبر 2020 توفيت ابنة الفنان المغربي أنس والتي رزق بها بعد سنوات من الزواج. الفنانة أسيل عمران توفي نجل الفنانة أسيل عمران بعد ولادته بشهرين فقط. الفنان جاسم النبهان توفي طلال ابن الفنان الكويتي جاسم النبهان خلال الغزو العراقي أثناء تصوير مظاهرة خرجت ضد الغزو. كما توفي أيضا ابنه الثاني محمد في عام 2019 عن عمر ناهز 44 عام. الفنانة رجاء حسين فقدت الفنانة رجاء حسين ابنها كريم إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء قيادته السيارة. نشكركم على حسن المتابعة. دمتم في رعاية الله. استنوني في فيديو جديد على قناة مشوار العمر. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعلوا زرار الجرس علشان كل الجديد يوصل لكم.